لو ما شفتش ملخص الحلقة اللي فاتت من ون بيس ونهاية المتهور قرصان الجيل الأسوأ يوستاس كابتن كيد على ايد امبراطور البحر احمر الشعر شانكس. ولكن في البداية لو انت لسه ما اشتركتش فانزل واشترك لان اشتراكك بيفرق معايا جدا. فنصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وندعي لاخواتنا واهلنا في فلسطين ويلا بينا نبدأ. بعد تدمير طاقم قراصنة كيد بالكامل على يد طاقم قراصنة شانكس في معركة جزيرة الباف، بنروح نشوف في مكان ما بيرونا اللي بقالنا زمان طويل لم نراها. بتكلم الاتنين دول وبتقول لهم اعطوني مفاتيح الزنازين شكلها في سجن ما. بيرفض الاتنين ولكن برونا بتستخدم قوة الأشباح اللي بتخترق أجسادهم وفي النهاية بتحصل على المفاتيح. وفي نفس السجن بنشوف العقيد كوبي. كده خلاص عرفنا هي فين. كوبي وبرونا في جزيرة القراصنة التابعة للحية السوداء. كوبي اللي لو انت مش فاكر يا صديقي كان تيتشي خطفه من الامازون ليلي. بتقابله برونا وبتقوله انت بقى اللي بيسموك البطل كوبي، ايه رايك ان انا هساعدك على الهروب من هنا بس بمقابل انك تساعدني في تحرير جيكو موريا. جيكو موريا هو كمان محبوس في هذا السجن، ولو مش فاكر برضو يا صديقي فموريا كان هجم على تيتش وتيتش امسك بيه. برونا الظاهر ان هي جاية علشان تحرره. المهم فعلا شكلها حررت كوبي والخبر بينتشر في الجزيرة بالكامل. كل اتباع تيتش القراصنة فرحانين وبيقولوا كده اي حد فينا هيقدر يمسكه ويسلمه لنقابة الصليب وياخد المكافأة بتاعته. ومكافأة العقيد كوبي يا جماعة اللي حاطينها نقابة الصليب عليه هي 5 نجوم، يعني 500 مليون بيري. كوبي اللي بنشوفه مش بيهرب لوحده وإنما محرر كل العبيد اللي محتجزهم طاقم تيتش. كل دول تيتش وأتباعه كانوا بيأسروهم وبيبيعوهم كعبيد. بنشوف بيزارو اللي هو أكل فاكهة الجزيرة وهو حرفيا دلوقتي الجزيرة. بيحس بهروب كوبي ومعاه العبيد وبيكلم القراصنة وبيقول لهم أمسكوهم جميعا. واللي مع كوبي بيشوف إن هو عارف مكانهم فبيفقدوا الأمل وبيقولوا خلاص هي دي النهاية. ولكن كوبي بيقول لهم لا لسه فيه أمل، لا تتوقفوا، أنا هبقى الطعم وهفتح لكم الطريق من أجل الهروب. وفعلا بيبدأ يجري كوبي علشان يسحب أنظار القراصنة عليه. والشريو المطر واقف وهو بيشاهد كل هذا وبيقول لي بيزارو ليه ما تمسكهمش انت. بيقول له بيزارو انا كل ما اتحرك شوية ادمر حتة في الجزيرة تيتشي هيغضب لو رجع ولا اي حاجة متدمرة. بيجي فاسكو بيقول لهم خلاص انا هروح امسكهم، انا هولع في الجزيرة بالكامل وبكده مش هيلاقوا مكان يهربوا منه. بس طبعا بيزارو بيقول له اياك تعمل كده، تيتشي هيجي يقتلنا، احنا لسه مخلصين اصلاح ميناء روكي. بيقول له فاسكو خلاص خلي وولف هو اللي يقبض عليهم، وولف اللي اكل فاكهة الضخامة. بيقول بيزارو ده هيدمر الجزيرة بالكامل اول ما هيتحرك من مكانه، سيبوه نايم زي ما هو. وكوبي عمال يتحرك بسرعة في كل مكان والقراصنة بيطاردوه بلا توقف. بيجري كوبي وهو بيفتكر اللي حصل. وبنشوف لما تيتشي جاب كوبي للجزيرة وكان بيكلمه عن مخططات وبيقول له تيتشي أنا عايز أخلي هذه الجزيرة جزيرة القراصنة هاتشينوسو، عايز أخليها تابعة لحكومة العالم وأكون أنا الملك بتاعها، إيه رأيك يا عقيد كوبي؟ بيقول له كوبي انا ما سمعتش حاجة بالغباء ده قبل كده، مستحيل الحكومة والبحرية يقبلوا بانضمام بلد مجرمين ليهم. بيقول له تتشي يا عم على مهلك ما تدمرش احلامي، انا هفاوض معاهم وانت هتكون الورقة الرابحة بتاعتي. يبقى كده تتشي مسك كوبي علشان يضغط بيه على حكومة العالم. ولكن كوبي بيقول له للأسف انت بتضيع وقتك لاني عضو من السرد. بيقول تيتشي من السرد دول. بيقول كوزان لتيتشي كوبي فعلا عنده حق وانت مش هتقدر تفاوض به الحكومة ولا البحرية. السرد هم مجموعة من الجنود وفي نفس الوقت مش جنود، تخلوا عن قانون البحرية الخاص بهم. السرد هم مجموعة من الجنود البحرية اللي قدموا استقالتهم علشان كده ممكن يخوضوا قتال ضد اليونكو من غير ما ياخدوا إذن من الحكومة ولا البحرية. وكذلك يقدروا يتجاهلوا الأوامر ويعملوا اللي هم عايزينه، ببساطة هم مغامرون أحرار. وفي مقابل كده البحرية بتقول ان انتم مش اتباع ليا ومش مسؤولة عنكم ولا عن تصرفاتكم. يعني يا اصدقائي كوبي من الاخر يعتبر مش جندي بحرية. بيضحك تيتشو بيقول انا فهمت كل حاجة ولكني لن اغير خطتي وهجرب في كل الاحوال حتى لو انت عضو من السرد يا كوبي. الناس بيقولوا عليك بطل، خلينا نشوف البحرية هتتخلى عنك فعلا ولا لا. ودلوقتي كوبي بيهرب بكل سرعته من المطاردين اللي وراه. وبنشوف ان واحد من القراصنة اللي بيراقبه بيلاحظ ان في سفينة قادمة نحو الجزيرة من بعيد. وكوبي وهو مستخبي بيسمع اشخاص بيقولوا ان 3 من جنود البحرية اقتحموا الجزيرة. يا الهي، وفعلا بنشوف ال3 جنود دول اللي باين عليهم القوة المدمرة.
بيهجموا على القراصنة وبيدمروهم والضربات مش نافعة عليهم. وفي اتنين من القراصنة بيلاحظوا ان هذه المباني بتتحرك. ازاي المباني بتتحرك؟ وبتظهر اللواء البحري عضو السرد كوجاكو صاحبة فاكهة الصوت التأديبي. اي شيء بتضربه بالصوت بتاعها بيعمل اللي هي عايزاه، يعني من الاخر كل شيء بيكون تحت طاعتها وشكلها مش ناوي على خير اطلاقا. وبظهور كوجاكو كده خلاص فهمنا مين اللي وصل لجزيرة القراصنة هاتشينوسو. كوبي محاصر من كل مكان وبيقول خلاص هي دي نهايتي، ولكن ما يعرفش ان السرد بقيادة مونكي دي جرب خلاص وصلوا من اجل انقاذه. منظمة السرد رسميا بتهجم على جزيرة القراصنة وعلى اتباع تيتش. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ شكلها تكون معركة كبيرة جدا. هل يا ترى منظمة السرد دي هتقدر تنقذ كوبي ولا ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله مع بعض في الحلقات القادمة. ولو انت وصلت لحد هنا فانا احب اشكرك من كل قلبي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة، وسلام.